بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن متابعة السلكة. عايز اوري لكم كذا حاجة كده، فهنبدأ مع بعض بالفردة دي. الحمامة دي يا جماعة انثى سيلفر. طبعا يعني عشان لما نقول لحد احنا ما بنعرفش الذكر من الانثى لحد ما يبيض يبقى يصدقنا. ده ذكر سيلفر، شاريها انا على كده بقى. يعني انا ده كان حد واخده مني زغليل، وده طلع عنده كده طبعا بيزوم ويلف وكذا، فانا خدته على اساس هو عنده زيادة ذكر، قلت له هاته فخدته منه. هتعزل هنا في عين لوحده زي ما انتم شايفين كده، طاجن على اساس ان هو ذكر محطوط جنبه انثى من انتاجي. قال يعني كده انا بجوزهم بقى، بحطهم في سلكتين زي ما احنا شرحنا قبل كده، سلكتين متجاورين، ديت بكندر وده بالطاجن بتاعه على اساس ان هو ذكر. يعني 3 ايام او 4 ايام لقيت الذكر طلع انثى وباضت هنا بيض شبع. ده بس عشان يا جماعة الناس اللي بتقول احنا بنعرف الذكر من الانثى، ده الموضوع صعب جدا في الحمام يعني. وفي الاخر هي توقعات بنسب عالية ولكن في الاخر برضو ممكن زي ما احنا شايفين ان هي التوقعات دي تكون غلط. ده طبعا الانثى دي بقى خلاص احنا هنشيلها من هنا، نشوف بقى ذكر للاتنين. دي انثى نحطها مع هذه الانثى. طب سيبه طيب. طب هل يا جماعة الانثى لما بتبيض شبع بتبيض بيضة واحدة ولا بيضتين؟ اللي يعرف يكتب لنا في التعليقات. طيب نتابع بقى مع بعض السلكة، نشوف في جديد تاني. طبعا في جديد، كل يوم لازم يكون في جديد في السلكة. هننزل كده بالراحة نلاقي حالة وفاة. طبعا ما هي كل حاجة فيها الحلو وفيها الوحش. من ضمن الوحش اللي في تربية الحمام ان انت تدخل تلاقي المنظر زي كده. تمام. طيب القص ده ليه قصة طويلة وقصة غريبة. شايف القص ده اخوات، ده مع اللي جوه ده اخوات. طب ايه اللي حصل لهم يعني وصلهم للمرحلة دي؟ طبعا هو انا خطأت خطأ كده من فترة، وهم يعني اصغر من كده بشوية. عملت ميكس تأكيل يدوي، وكنت زي ما انتم عارفين بحاول اتابع الزغاليل، فلميت شوية زغاليل كده من تحت الاهالي اكلتهم، وجيت ارجعهم للاهالي. الحمام كله زي ما انتم شايفين باللون الابيض. فرجعت دول مش عند اهاليهم. غلطة مني بقى ان انا مش عارف فين الاهالي بتوع دول، او تهت في الاهالي مع الزغاليل، فما عرفتش ارجع القص ده فين. فالقص ده لما رجع اوريلكم كنت محضنه فين. كان متحضن تحت القص ده. القص ده حنين جدا، فانا كنت محضن تحته. لما رجعت الحمام، هو مش ولاده، انا طبعا مفيش عندي مش مدي اخوانه يعني،
ولا مركز قوي في موضوع ان الحمام يعرف ان دي ولاده ولا مش ولاده، كنت علمتهم، ولكن هي جت كده يعني غلطة مني وسهوا يعني. احط بقى هنا القص الحمام اللي انتوا شفتوه اللي مات منه واحد ده، وخلاص ومفيش مشكلة. الحمام كله اكل ولاده، مفيش عندي ادنى مشكلة. الحمام ده مرضاش ياكل ولاده، ومرضاش كمان يضربهم، يعني ده اللي اكد لي بقى انهم اولاده، ما ضربش فيهم يعني، وعادي مفيش اي مشكلة. الحمام بقى ما كلش، ده ما ياكلش ولاده، والتانيين دول مش بياكلوا، والحامي التاني كله عايش بقى مفيش منه مشكلة، بيأكل ولاده وزي وتمام مفيش أدنى مشكلة. ولكن القص ده بالذات لا بيضرب ولاده، أشيل ولاده أحطهم تحت حاجة تانية يضربوها. طب أحط ولاده عنده اللي هم أصلا مش ولاده بقى، ما يرضاش يأكلهم. طبعا على ما خدت بالي من الموقف ده امتى بقى؟ بعد 3 أيام. فكان القص اتبهدل جدا، وفطمته صغير جدا زي ما انتوا شايفين كده. حتى يعني بعد الفطام حصل لي برضو سهوة كده، ان الحمام ده ما بيشربش مية. الحمام بيخس مني، بحاول اساعد معاه، الحمام بيخس. الحمام تعب ليه؟ هو اصلا ما بيعرفش يشرب من السقاية الاوتوماتيك. والله يا جماعة انا زعلان وحزين ان الموقف ده حصل، لان انا ظلمت القص ده جدا. تخيلوا بقى قص زي ده احط له اكل ياكل حبيتين كده ومش عارف يشرب مية، ويقعد بقى يومين ما يشربش مية، لحين انا ممكن اكله ايه، مرة كده كل يومين، مرة كل 3 ايام، لحد ما حالته تدهورت جدا يعني. ففي يوم يعني قلت طبعا مش عارف هو بيشرب ولا لا، امسك الحصلة كده، مفيش الحمام مفيش خالص، حبيتين اكل وخلاص. فجات لي الفكرة موضوع ان ايه، احط طاجن تاني كده فيه مية. انا مش عايز اقول لكم ايه اللي حصل، الحمام كان عايز يغرق في المية. ده تالت يوم احط فيه الطاجن ده. طبعا ده واحد لوحده شارب اكتر من نص الطاجن، لان التاني مميز زي ما انتم شايفين كده. فنخلي بالنا يا جماعة من حاجات زي كده. اللي بيأكل يدوي يا ريت ما يأكلش يرجع يعني يأكل حاجة بحاجة، ما يلمش الزغاليل من تحت الأهالي، وخصوصا في السلاكة، يعني لو انتهت منك مش هتعرف تعملها تاني. اللي بيأكل يدوي يأكل زغلولين بزغلولين، أو يعني ياخد مجموعة تحت قص يأكلها ويرجعها له تاني، وهكذا. أو يعلم بقى الأسس، يعلم الزغاليل عشان ما يحصلش الايه الدروب ده. يعني انا السبب في التدهور ده، ولكن العلام مش ببلاش يعني. وطبعا الضرب اللي في دماغ الزغلول اللي جوه ده من قص تاني، لما كنت بحاول معاهم بقى فاحطه تحت قص تاني يضربه. القص الوحيد السيلفر ده اللي كان حنين عليه وما بيضربوش، ولكن في نفس الوقت ما بيأكلوش. فحتى يعني في صوت كده شخورة. هو خد كورس علاج مضاد حيوي تنفسي. طبعا نرمي ده بقى خلاص. دي بقى يا جماعة الفراخ بتاعتنا من ال3 فرخات البياض. كانت في فرخة طلعت دول، ولكن برضو للأسف ما كملتش البيض اللي تحتها، ما طلعتش غير 3 دول. فكنت صورتهم انا فيديو شورتس كده. خليك لو دخل عند الحمامة دي طبعا هينضرب ضرب مبرح. انا عامل لهم الكرتون عشان كده. ودي يا جماعة ميزة من ضمن مميزات الحمام، اللمبة دي من ضمن مميزات الحمام.
عن الفراخ، يعني لو عملنا مقارنة، الحرارة، التدفئة والحرارة للصغار. طبعا الحمام ما بيحتاجش التدفئة في الأصوص الصغيرة، يعني في الحمام الصغير الزغاليل مش بنحتاج التدفئة، لأن الأهل اللي هو الأهالي بتقوم بدور الحرارة دي، هي اللي بتدي تدفئة للزغاليل. ودي من ضمن مميزات الحمام، يعني ان احنا ما بنحتاجش الرعاية، ما بنحتاجش نعمل رعاية كاملة وقوية للزغاليل. لا، الأهالي بتاخد الدور ده وتعمل هي اللي بتأكل وهي اللي بتقوم بعملية التدفئة. ده آخر حاجة، ده القص سيلفر، ده مباع يا جماعة، من ضمن المجموعة اللي أنا بقول لكم عليها مباع. حاجات كده ما شاء الله، يعني من النوادر. هو مطلع طبعا، بس النتاية يعني ما بتتهزش حتى، يعني تتهز كده عشان نشوف اللي تحتها، لا، حنية بصراحة، يعني من أفضل الحمام في التحضير. ولكن هو عشان ارتفاع سعره، يعني فما ما ينفعش نعمل الحمام ده تحضير بصراحة. لكن هو في التحضير سواء في ولاده أو ولاد غيره حاجة محترمة جدا يعني. يا ريت بقى فيديو متابعة السلكة ده يكون عجبكم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.